خالد يا استاذ اشرف. يا اتفضل يا خالد، اتفضل تعالى. بص بقى يا خالد، عايزك تحكي للاستاذ اشرف كل اللي انت حكيته لي من طقطق لسلام عليكم. من عيني حاضر. ايه يا عم خالد؟ عندي اخبار ليك حلوه يا صاحبي. انا سالت على الواد ده وعرفت ان هو مسجل خطر، اسمه طارق. يا نهار اسود، مسجل خطر زي ما بقول لك كده. وبعدين يا خالد هنعمل ايه؟ والله يا ريس انا بعدين هعمل ايه؟ انا عندي فكره جميله. احنا نجيب الواد ده عندنا هنا الشركه ونديله قرشين وناخد الورق اللي معاه ونقطعه وبعد كده نعرف هو مظلوم من عند مين، عشان الواد ده بيبيع اي حد بالفلوس. تصدق فكره؟ الله ينور عليك يا خالد. خلاص ما تقدرش، بكره ان شاء الله هنطلع معاه. تسلم يا خالد، تسلم يا استاذ احمد، تعبناك معانا يا استاذ احمد. ولا تعب ولا حاجه يا استاذ اشرف، انا تحت امرك، وخالد ان شاء الله يشوف الموضوع ده ويتصرف فيه، وبكره الواد ده يبقى موجود. ان شاء الله خير يا استاذ احمد، ان شاء الله خير يا استاذ خالد. ان شاء الله. نستأذنك بقى يا استاذ اشرف، تطور بقى حاجه؟ شكرا يا استاذ احمد. رعاية الله.